اليوم على 8 تاع الصباح أصبحت في بداية جاي فايت على أمان الله اغتسل بالزيت معرمة ربد على غربك. دخلت ليه قلت له ودي اسمح لي أنا أخوك، قلت له خاصني زيد بيدين تاع زيت. ودي قال لي ربد على روحك، قال لي تحب 10 دي 10. قلت له يا ودي احنا عندنا في سلف يقبضوك بس اطلع ما يقبضوكش بالزيت، يقبضوك بس اطلع وما يقبضوكش بالزيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لي ربد على روحك. قلت له ودي انا تفكرت قاعد يواريني مساكين، قلت له ودي اعطيني 10 بيدين لقيت دراهمي، قلت له زيدني قوش كراسمي، قلت له سميت شحال؟ قال لي 9000 ونص الكيلو. قال لي والله 9000 ونص الكيلو وتاع قمح ناتور. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا تقدمت شويه سيبهم يبيعوا في التينه، قلت لي شريتها يامس خلصها ب 25000 كيلو. قال لي دوز ميل. انتم ما عندكم جنينه تاع تينه هنا؟ قال لي لا لا اللي تحكم تاع شلف. قلت له لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت له مين عرفني بلي انا شلفاوي؟ قال لي نشوفك كانوا 02. قلت له لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت له يرحم والديكم وربي يحفظكم ان شاء الله. وجماعه شلف اللي خاصو الزيت يا خويا يتصل بيا ونجيب له معايا وب 60000 البيدون. وحياني ربي حتى وليت كنشوف كرغولي فرحان لحقاش دا الشكاره ديال السميد وجوج بواده ديال الزيت وما داش عليهم الطابور. اول مره في حياته كيديهم ما كيديش عليهم الطابور وفرحان. انت راك تتهمنا بالشتاء. انا النوي خيرت نشيت التبون عبد المجيد تبون. لماذا؟ لانه انا في رايي عبد المجيد تبون زنده اصيل وليد خيمه وليد الجزائر. انت خيرت تشيت المحسس الخاين اللي خان، قال لك فرده تبع في خوتها. انت خاين هو خاين، راك تشيت له. انا شيت التبون تسالني. انت بغيت تشيت الحموشي، انا شيت الناصر الجن ومساوي. انت تشيت للجيش الملكي، انا شيت للجيش الوطني الشعبي وشنقريحه. نورمال. انا شيت لولاد بلادي. عبد المجيد تبون ولد بلادي شيت له، سي شنقريحه ولد بلادي شيت له، ناصر ولد بلادي شيت له، الجيش ولد بلادي شيت له. انت يا خاين خيرت الخوانه تشيت لهم. انا بالمناسبه يلا المخازنيه واحد كيما ذا ياكلكم في الصوار ده ولا غير عيب عليكم، اقسم لكم بالله العلي العظيم. ما عنده لا اصل لا ثقافه لا تربيه لا مستقبل لا تاريخ، ما عنده والو، راه ياكلكم في دراهمكم اقسم لكم بالله بصحته. هذا واش نقول. دابا الا كان عندكم مشكل نتوما مع الامير ديزاين اللي معذبكم في حياتكم، كيجبد لكم الدواصل اللي ما قادر يجبدهم حتى شي واحد، يعني اللي مرمدكم في حياتكم، اش دخلنا حنا كمغاربه، اش دخل المغرب في الموضوع ديالكم بيناتكم يا الجرو يا الحيوان؟ السلام عليكم الشعب الجزائر الحر. انا نهضر على الصحافي هذا المروكي هذا اللي يقول لك بوزنين، هذاك الملك اللي يقول لك راهو مداير على جدو الخامس وجدو الثاني وباباه السادس. هذا قال لك هذا هو العصابه الكبير. انت بوزنين هذاك يا خويا، روح انت هذاك الصحافي وتطر عليه هذا بوزنين يقولوا جي مرحبا به ونعطوا له الكرامات والسلام عليكم. على الزريبه وشنو هزه الحظيره؟ شفتي حظيره شنو هزه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربي ولا ما تجعل الاخر ديالنا احسن من الاول ديالنا يا رب. شوف على قمقم كي داير، شي وجهو كي داير. دابا هذاك اللي راكب حداه هو اللي كيقول له، يعني كيكتب له السيناريو كيقول له شنو تقول وشنو تقول. دابا ماشي اللوم على هذا مسكين، راه لا حرج عليه، يعني مرفوع عنه القلم، راه باين غير من وجهه غير من الهيئه ديالو راه مرفوع عنه القلم. المشكل دابا في هذاك اللي حداه كيصورو كيقول له، يعني كتقول له شنو تقول، وتلقى دابا هذاك اللي حداه يعني هو زعما مول العقال، هو مول ويلي على الجزائر وشنو هزه يا ويلي. كيفاش يرقدوا المغاربه في الليل؟ عشان مالك نتخيلهم يرقدوا كيما هاك. عاش الملك. غنجاوبك انت بوحدك مع احتراماتي للجزائريين الظريفين. عاش الملك، عاش الملك. الله الوطن الملك، الله العباده، الوطن السياده، والملك للقياده. ابعد احنا المغاربه راه كنرقدو كنعسو، راه ما كنباتوش دايرين طابور على نصيطو د الحليب وباكيطه.
وفاش كنرقدو كنعسو وكنحلمو كنضربو. ماشي معذبين وواقفين دايرين طابور على حليب ماشي ديال البقرة وديال الغبرة. الله يعطيك غبارة. شتي الكراغيله كيفاش كيحلوا المواضيع، والله حتى كيبان لي جنوني انا هاد بوفلجه في هاد الكراغيله، بالله اللي كيعجبني فيهم ديال بصح. المهم حنا كنعسوا بعشاء الملك وكنصبحوا بعشاء الملك، وفين ما نمشيو عشاء الملك والله يخلينا الملك ديالنا والله يطول لنا في عمره وكنبغيوه وكنموتوا عليه والله يخليه لنا تاج فوق راسنا، لانه موفرنا كلشي وما خصنا وما مخلينا مخصوصين حتى شي حاجه وما كنديروا الطوابير على حتى شي حاجه. كنقولوا عشاء الملك والله يخلينا الملك ديالنا، لا بحقاش ما كيخليناش نديروا الطوابير بحالكم نتوما اللي كتقيلوا نهار كامل نتوما عساسين على يطرو ديال الحليب، على شكاره حليب ولا على بيدو ديال الزيت كما هذيك الكرغولي، كما الكرغولي اللي داز فرحان على انه دا جوج بواطات ديال الزيت وخنشه ديال الدقيق اللي ما دارش عليها يعني الطابور. حنا لا، حنا دي بالاطنان دي داكشي اللي خصك دير. نتوما الحليب اللي ديتو كثر من الكميه تمشيو تضربوا الحبيبيس. خوتي المغاربه وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جاي، السلام عليكم. La dictature en Algérie, à bas, à bas, à bas la dictature en Algérie, à bas. السلام عليكم. أزل الأول. À bas, à bas, à bas. إذا أنا في ساحة الجمهورية عاصمة العصابات باريس. À bas, à bas la dictature en Algérie. رانا في تحضيرات قبل بداية مسيرة. Vérité, justice pour Hamar. 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 Les généraux à la poubelle والجزائر تهدي الاستقلال. Les généraux à la poubelle والجزائر تهدي الاستقلال. Vérité, justice pour Hamar. Vérité, justice pour Hamar. Vérité, justice pour Hamar. Vérité, justice pour Hamar. Vérité, justice. أنا خلطنا أنا نستناو فيكم في ساحة الجمهورية عاصمة العصابات باريس. انطلاق المسيرة إن شاء الله 6:30 انطلاقا من ساحة الجمهورية. فوالا خوتي نقطع اللايف ونعاود لكم كتب. هاد العصابه الديكتاتوريه مبقالاش والو الاخوان، مبقالاش بزاف حتى هي عاوتاني وتتبع ديك المجرم ديال بشار الاسد 1/1/2025 مبقالاش بزاف. والجزائريين الاحرار ديك الساعه غادي يشدوا الاستقلال ديالهم هاد العصابات مع هاد الكبرانات مع هاد ولاد فرنسا اللي معذبينهم وواكلين لهم رزقهم. الجزائر الاحرار بداو كيفيقوا الاخوان، دابا تبن راه دخل معاه السخانه، دابا كيبات بلا نعاس. الاخ مسكين راه اللي خرج كيدوي راه عامين ديال الحبس عطاوه بزاف، يعني بزاف مئات ديال الجزائريين الاحرار اللي شدوهم وداوهم للحبس على وجه جوج كلمات، يعني مانيش راضي بها المعيشه والله. حتى دوله مشينا هنايا شوف طرح خويا هذا قال لك الكودرو تاع الشار سما باش بعيدة سليم على تخلع فينا عليها. شوف يا موبيليت قال لكم باغيين نضموا كاس افريقيا ونضموا كاس العالم. يعني زكاره في المغرب لازم نخدموا رون وما خدمناهاش. زكاره في المغرب نخدموا فيات ومانيش رايحين نخدموها. زكاره في المغرب نديروا الفوسفات ومش رايحين نديروها. زكاره في المغرب نديروا غارج بيلات ومش رايحين نديروها.
زكارة في المغرب نديروا أكبر ميناء في الحمدانية وما درناهش، مش راح نديروه، لأننا بدينا مشروع الحمدانية، الميناء تاع الحمدانية شرشال بديناه قبل طنجة. طنجة كمل وراهم يتوقفوا فيه البواخر الصينية والأمريكية والفرنسية والإسرائيلية والهندية، وإحنا ميناء الحمدانية تغلق بعد 10 سنوات وهما يخدروا فينا اليوم غدوة اليوم غدوة اليوم غدوة، بعد كده قال لك لا، اكتشفنا أنه الرصيف لا يكفي، ما عندوش عمق. بعد ما كلا فيه حداد وكونيناف والشناوة والهنودة واسبانيول والاتراك الناس كلها نهبط فيهم، بعد كده قال لك لا ما نقدروش، لازمنا نرفدوه من شرشان ندوه لبومرداس، راهم مدينو الكاب جنات ولا مدينو مش عارف الكاب سيغلي ولا مدينو يخدموه ثم. دراسة أخرى ومشروع آخر وملايير وكذا، ولن ينجح. لماذا؟ لأنه موش مبني على أسس حقيقية عندها علاقة بالاقتصاد، مبني على أسس الزكارة والمعاندة. المغرب عنده ميناء في طنجة، أنا ندير ميناء خير منه. المغرب عنده الفوسفات، أنا ندير الفوسفات. المغرب عنده الحديد، أنا ندير الحديد. هذه الأمور ما تنجحش. لازمك دير حاجة جزائرية 100%، بلا ما نخزر نقسم المغرب، بلا ما نخزر. أنا كي ننافس إيطاليا وإسبانيا، ننافس تركيا، ننافس بريطانيا، ماشي نفس المغرب. يا ربي المغرب مش لاقي واش ياكل، نجينا نعاندو وننافسوا ومن بعد كنولي ماني لا براس المال بالفايده. هل نجح مشروع من بين هذه المشاريع العملاقه التي راهن عليها بوتفليقه وراهن عليها تبون طوال 10 سنوات ولا اكثر؟ للاسف لم يتحقق شيء. ما حققنا فيات، ما حققنا بيجو، ما حققنا رونو، ما حققنا الفوسفات، ما حققنا البور، ما حققنا غرجبيلات، ما حققنا والو. شفت التناقض في الكلام الاخوان، وكيقول لك حنا ما خصناش نتعاندوا مع المغاربه لان المغاربه ما لقاو ما يشبعوا ما ياكلوا في كروشهم، خصنا نتعاندوا مع زعما مع الدول الكبرى اللي عندهم حنا، يعني المغرب لا شيء. وهي المغرب لا شيء، وهو اي حاجه درتو تكون معاه وبغيتو تعاندوا فيها بغيتو ديروها ما كملتوهاش. راه المغرب راه والله ما عمركم غادي تلحقوا هكا تبقاو هاو شي الحسه شنو كيدير فيكم الكراهيه الحقد، لان كتشوفوا المغرب هارب عليكم، ما كتلقاو. حنا كنديروا ما كنهضروش بزاف، حنا كنديروا ما كنهضروش، ما عمرنا كنهضروا كنقولوا حنا كنديروا. نتوما فيكم غير الهضره وما كديروا والو. حنا راه هربنا عليكم سنوات ضوئيه وما عمركم ما غادي تلحقونا. قررت الجزائر منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة أعمار مدينة جنين الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن عزم بلاده تقديم مليار دولار لصالح مشروعات تنموية في إفريقيا. وقال مع اقتراب الدخول المدرسي تعرف طاولة الإسكاف بولاية غنيسة إقبالا كبيرا للأولياء ذوي الدخل الضعيف على تصليح الأحذية القديمة لأبنائهم بظل عدم قدرتهم على اقتناء أخرى. بعد ميزانية العطلة الصيفية جاءت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله روح يا دبونة، روح تشوف شعبك وعيش لك، روح تطلع علينا، روح على غدرة، روح تشوف الشعب بما يعاني، روح طلع على غدرة، روح تشوف شعبك زي ما قاعد يعاني. شعبك طلاب، شعبك ما لقاش كعبة بطاطا، كعبة بطاطا ما كانش. 40,000 لا وصلها له. قولوا قالت لك واحدة شعبية لبصل ب 40,000. ما كانش الشعب المدلول في العالم كيف الشعب الجزائري. الماء ما كانش والضوء ما كانش، وياكل في الزبل وفمها عامر ويقول صاحبه يحيى عمي تبون. عاش الملك، عاش الملك، كاش الخبز هنا صايي. نعم عاش الملك. جيت جبت معاك الهم، الزمان، الجوع، الميزيرية، الخلاوي، ما بحرنا معاك، ما كلينا معاك، ما شربنا معاك، ما حوزنا معاك، ما حشقنا معاك، ما عمنا معاك، ما ضواجينا معاك، ما صلينا معاك، ما سبحنا معاك، ما صدقنا معاك، ما درنا خير معاك. ولد عمي قاعد ضربتك البالط وحبسنا ولد عمي، طرطقت البلاد، طرطقتها الله يطرطق فؤادك. عبد المجيد كتبون قال لك الجزائر هي اول دوله كتقوم بتحليه المياه، يعني 1,300,000,000 لتر مكعب يوميا. والروبيني مقلوح بالعطش. الروبيني الا بغى دابا يتفاكى معاه خصو يدير 10 ديال المحطات ديال تحليه المياه باش يتفاكى مع هاد الروبينيات اللي مقلوحين بالعطش.